اهلا بيكم في فيديو جديد. تخيل كده ان في شخص ساكن معاك في البيت هادي جدا ومالوش صوت ومش بيضايقك في حاجة، بس الحقيقة ان هو كل يوم وهو نازل بياخد حتة صغيرة من اساس البيت، بيخرم في المواسير ويبوظ في اسلاك الكهرباء وانت مش حاسس، لحد ما تلاقي البيت كله انهار فجأة. الشخص ده هو مرض السكر، والبيت هو جسمك. لو انت مهتم تعرف القصة كلها بتاعت مرض السكر تابع الفيديو للنهاية. شخصية النهاردة هو عم محمد راح للدكتور، بيقوله يا دكتور انا السكر عندي عالي شوية، بس ما بيوجعنيش، ده انا باكل اللي نفسي فيه ومش بحس بتعب، ومش باخد العلاج بانتظام، ما انا بقى ما بيوجعنيش. الجملة دي هي اخطر جملة ممكن مريض سكر يقولها. ليه؟ لان السكر هو قاتل صامت، هو مش محتاج يوجعك علشان يدمرك. تعالوا نفهم السكر بيعمل ايه. السكر العالي في الدم بيخلي دمك لزج زي الشربات التقيل. الشرايين دي عاملة كده زي المواسير، الدم اللزج ده وهو ماشي بيجرح في جدران الشرايين من جوه، فتبدأ الدهون تتراكم بسهولة وتعمل تصلب شرايين. عشان كده مريض السكر هو أكتر واحد عرضة لأمراض القلب والجلطات حتى لو هو ما بيشتكيش من قلبه. تاني حاجة الأعصاب دي عاملة زي أسلاك الكهرباء. السكر الزيادة ده بيسمم الألياف العصبية، تلاقي المريض بدأ يحس بتنميل أو شكشكة في رجليه، وفي مراحل متقدمة بيفقد الإحساس تماما، يعني ما بيبقاش حاسس أصلا بالتنميل ده خالص. ودي بداية كارثة القدم السكري. ليه؟ لأن المريض ممكن يتجرح وما يحسش، والجرح عند مريض السكر ما بيلمش بسبب ضعف الدورة الدموية. كمان من الأعراض اللي بتكون موجودة عند مريض السكر ان هو عنده تورم مستمر او متزايد، عنده جرح ما بيلتئمش الا بعد اسبوعين، عنده سخونية، عنده قشعريرة، او ألم شديد، او هو فقد خلاص الإحساس خالص. مش بس كده، السكر ده هو عدو لدود للكلى. الكلى عبارة عن فلاتر صغيرة جدا، السكر العالي بيهري الفلاتر دي ويخليها تسرب بروتين، ومع الوقت الوظائف بتبوظ. علشان كده السكر هو السبب رقم واحد للفشل الكلوي في العالم. فالسكر يعني مش بس بيدمر أعصابك ويدمر الشرايين ويعمل تصلب شرايين، لا ده بيدمر كمان الكلى، فقد ايه هو فعلا مرض خطير جدا. طيب نعمل ايه علشان ما نوصلش للانهيار ده؟ العلم قدم لنا الحل في ورقة التحليل. اول حاجة السكر التراكمي ال HbA1c، ده الصندوق الاسود. انا ما يهمنيش اصلا سكرك الصايم كام النهارده، يهمني السكر التراكمي اللي بيقول لي حالك كان ايه في اخر 3 شهور. لو فوق ال7 يبقى البيت بيتحفر من تحتك وانت مش دريان. تاني حاجة تحليل الميكرو البيونوريا، ده هو جهاز انذار مبكر، بيقول لنا لو الكلى بدأت تتأثر بالسكر قبل ما الكارثة ما تحصل. كمان فحص الدهون والكوليسترول، لان السكر والدهون هما صحاب سوء، دايما بيجوا مع بعض عشان يضربوا القلب اصلا. رسالتي ليكم النهاردة، السكر مش مجرد رقم عالي في الجهاز، السكر هو منظومة، لو سبتها هتجر وراها القلب والكلى والعين والأعصاب. لو انت مريض سكر صاحب مرضك احترمه بالعلاج وبالأكل علشان يحترم جسمك. ووصلنا لفقرة الاقتباس، والاقتباس بتاع النهاردة بيقول: الجهل بالمرض أخطر من المرض نفسه، والتحليل الدوري هو العين اللي بتشوف بيها جسمك اللي مخبي. علشان كده يفضل ان انت تعمل كل شهر تشيك اب او فحص شامل كده على جسمك كله، تطمن. يعني الفحص الشامل ده بيوفر عليك كتير قوي، وللأسف مش ناس كتير بتعمله. معظم الناس بتستنى لما تتعب وتروح تكشف وتحلل، فياريت ما تعملش كده. ووصلنا لنهاية الحلقة. لو انتوا بتتفرجوا لحد النقطة دي فبجد شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بتاع الاشتراك علشان يوصل لكم كل فيديو جديد. وبس كده، سلام.